السمكية تحب ده اكتر من ده، عن تجارب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا المحترمين في كل مكان. تعالوا بينا النهاردة نشوف ايهما افضل في صيد الغلة. انهي غلاية او جمحاية افضل تصطاد بيها في الموسم. احنا في الجمح هنختار الجمحاية او نوع الجمح اللي بنصطاد بيه. معلش انا اسف، عندي شوية دور برد فالصوت بقى سامعونا فيه. تعال نختار الجمح الافضل. احنا هنا في الارض دي الارض، بوريكم على الطبيعه اهو. ايهما افضل في صيد الغله او صيد الجمح. الجمحه يعني انهي واحده الحلوه يعني في الصيد، والجمحايه اللي هي ايه، تكون قويه في الصيد وفي نفس الوقت السمك يحبها اكتر. ده ده اهو، شوف الجمحايه دي، ده اسمه مكرونه، جمح مكرونه. جمح ده جمح وده جمح، تمام. جمح مكرونه اهو. ناخد واحده، خدنا واحده اهو. وده الجمح السخا، ده الجمح السخا. هناخد واحده، هتلاقوا فرق فين؟ في الطول. هنيجي بس على الشكاره دي، على الشكاره دي كده اهو، ونحطهم جنب بعض. بصوا الفرق يا جماعه. ده الجمح المكرونه، بص صغيره ازاي والكنزه. ده الجمح ايه، البلدي، او يقولوا عليه جميز، او يقولوا عليه سخا. ده البلدي اللي بنعمل منه العيش البتاو. لكن ده بيخش في العيش بتاع المخبز بتاع العيش المدعم، ده بتاع العيش المدعم. لكن ده نعمل منه البتاو. بص الفرق بقى هنا، هقول لكم كل حاجه بالتفصيل. انا بس نفرك شويه من دول اهو. طبعا ده في الارض، احنا جايبينهم من الارض مباشر. هتلاقوا الاتنين زي بعضيهم. ناخد كمان واحده من دول، نجيب بس شويه ناشفين يعني ايه اهو. تعالوا ركزوا يا جماعه معايا، ركزوا معايا، ركزوا معايا. الجبحه دي ادي كده اهو، ده البلدي او السخا، تمام. ده الجمح المكرونه، ده الجمح المكرونه. هحاول ازوم لكم عليها. بصوا يا جماعه، بصوا عامله ازاي، سفيف سفيفه شويه. شوف دي بقى، هناخد واحده من دي. بص عامله ازاي، فيها ديل من ورا كده، تحس ان فيها شعر من ورا. الجمحايه دي البلدي، الجمحايه البلدي لما بتحطها في الميه عشان خاطر تلين وتصطاد بيها، بتفرش او تبقى مدوره ويبقى لونها ابيض جوي، يبقى لونها ابيض ساطع، تمام. لكن دي لما تبلها في الميه عشان تصطاد بيها بعد 3 ايام، بتلاقيها طولت، تبقى طويله وتبقى لونها ايه، اصفر كده. دي افضل من دي، البلدي افضل من المكرونه. السمكية تحب ده اكتر من ده، عن تجارب. السمك يحب الجمح البلدي افضل من ده. حتى لما تروح تشتري الجمح عشان تشتغل بيه، هات البلدي اللي هو السخا، اللي هو الجميز، بيقولوا عليه جمحية جميزة. لما تحطها في المية وتحط دي هتختلف، دي هتختلف عن دي. دي اقوى، دي اقوى. اللي هي السبلة دي راحت فين اهي، السبلة دي اقوى، اللي هي سبلتها دي. لكن دي مش قوية في الصيد، دي مش قوية. ده نوع وده نوع، الاتنين جمح، الاتنين جمح. بس ده جمح مهجن، او جمح جاي من بلد تانية او كده يعني. ده الجمح الاساسي بتاع المصري الاصيل،
ده القمح المصري الاصيل بتاع زمان، هو ده اللي اقوى من ده. يبقى القمح ده لما تحطه في الميه بيبقى مدور، لما يتملى ميه كده ويتخمر بتبقى مدوره وبيضه، السمكات تحبها اكتر. لكن دي بتبقى طويله ومتبقاش بيضه قوي، فبتبقى السمكات بتفضل دي عن دي. يا رب اكون افدتكم بمعلومه، وان شاء الله اوريكم الصيد عملي. لما نعرف دوره كده اوريكم عارف الدور، واوريكم كل حاجه عملي، حتى في الجمح اوريكم ازاي تبلوا الجمح وازاي تصطادوا وازاي كنت هتضيفوا عليه توم ولا حاجه. تبص بقى على الارض كده، خير الطبيعه. اللي عايز يعلف ادوار الايام دي يتوكل على الله ويعلف. خلاص احنا كده ايام علف الادوار، وكل 10 ايام ولا 20 يوم بالكتير وتصطاد بالغله. تصطاد بالغله وتنزل ربنا يرزقك ان شاء الله. وان شاء الله السنه دي هيكون موسم حلو وقوي، لان الميه ما نزلتش في اغلبيه الميات وكده. الميه السنه دي ما خستش زي كل سنه، فبالتالي السمكه مبيته من السنه اللي فاتت. فان شاء الله الموسم السنه دي هيكون قوي باذن الله، وعن تجربه، وهتقولوا جوكر جالها واحنا صدقناه. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.